أهلا بيكم في قناة قصص وروايات، مكان الحكايات اللي بتلمس القلب وبتفتح باب للأمل والتفكير. يلا بينا نبدأ قصتنا الجديدة. قصة تحت الرماد. كان يا مكان، في زاوية شارع ضلمة، كان في شاب قاعد على الأرض وسط هدوم محروقة وورق مبعتر وصور باهتة من أيام راحت. ده آدم، شاب كان بيحلم وبيجري وبيحاول، بس الدنيا وقفت له بكل قوتها. مشروع عمره اللي تعب عليه اتحرق، الناس اللي كان شايلهم في قلبه اختفوا، وحتى هو حاسس ان اللي جواه اتحرق هو كمان. كان بيبص حواليه على الرماد، على الخراب، وقال بصوت شبه مكسور: أنا خلاص خلصت. لكن وسط السكون، وسط الهوا البارد اللي بيعدي من بين الخراب، شم ريحة غريبة. مش ريحة حريق، كانت ريحة نضج، ريحة نفس جديدة بتتولد. آدم بص لإيد اللي اتلسعت وقال: الحريق ده وجعني، بس يمكن كان لازم يولع عشان أنا أتولد من جديد. وسط الإحساس ده، الإحساس إن الرماد اللي حواليه مش علامة نهاية، ده كان تربة جديدة، طهرة نقية، ينفع يزرع فيها نفسه من أول وجديد. ومن اللحظة دي آدم وقف، مسح على هدومه، خد نفس عميق وقال: أنا لسه حي ولسه أقدر أقوم. ومن ساعتها بقى يبدأ من لا شيء، يحط طوبة فوق طوبة، يبتسم حتى لو عينه فيها دموع، ويقول: أنا مش نهايتي، أنا بدايتي الجديدة. العبرة مش لأنك اتحرقت تبقى انتهيت، ساعات النار اللي بتحرقك هي اللي بتطهرك. ممكن تبقى مكسور، بس طول ما قلبك بيضرب يبقى لسه تقدر تقوم. الخاتمة: لو القصة لمست قلبك دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل الحكايات اللي ممكن تغير يومك. تابعنا عشان كل يوم حكاية، وكل حكاية فيها أمل جديد. شوفكم في القصة الجاية.